الكل دلوقتي قاعد قلقان وخايف من أي تطورات تحصل بتأثر على مصر، بس الرئيس السيسي طلع وطمن المصريين ووجه رسالة لكل مواطن وقال اطمنوا على مصر كويس، محدش بفضل الله يقدر يقرب من البلد، مصر قوية وأمنها القومي محمي. الرئيس قال إن الجهود المصرية بتتوسط لتقريب وجهات النظر ومنع التصعيد في النزاعات الإقليمية، وقال إن مصر على تواصل دائم مع دول الخليج والدول العربية لدعم الأشقاء ومنع أي اعتداء، خصوصا إن النزاعات دي ممكن تأثر على مضيق هرمز وتدفقات البترول والأسعار. بس الرئيس قال إن الدولة والحكومة لازم تدرس كل الاحتمالات والسيناريوهات، لأننا مش عارفين الأزمة هتستمر قد إيه، والأزمة الاقتصادية للعالم والمنطقة بيعدوا بيها هتأثر علينا أكيد، بس الحكومة قالت إن مخزون السلع الغذائية آمن وبيكفي شهور كتير قدام. رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تابع بنفسه مع وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق موقف مخزون السلع الغذائية الاستراتيجية علشان يتأكد إن الأمور مستقرة ومفيش أي قلق على احتياجات الناس. ودلوقتي قول لنا، تفتكر هيكون في تصعيد الأيام اللي جاية ولا لأ؟